هو ليه الشخص اللي كان معايا طول السنين اللي فاتت دي كويس في العلاقه جه واحنا بننهي العلاقه واذاني كل الاذى ده؟ هي مش النهايات اخلاق يا جماعه ولا ايه؟ كتير من الناس ممكن يدخلوا في علاقة مع شخص ما، وفي الفترة بتاعت العلاقة دي بيكون الشخص ده محترم وعنده أخلاق مهما طالت الفترة، والمعاملة بتاعته بتكون كويسة جدا. لكن أول ما بتنتهي العلاقة بتبدأ تشوف شخص تاني خالص، شخص مختلف نهائي عن الشخص اللي انت كنت عارفه وحاسس معاه بالأمان، شخص مؤذي بيحاول يستغل كل الطرق عشان يحاول يأذيك بيها. وبسبب اللي بيحصل ده الذكرى دي بتتحول بالنسبة لك من ذكرى حلوة لأسوأ ذكرى ممكن تكون عدت عليك في حياتك كلها، والشخص نفسه بيتحول في نظرك من شخص كان شخص محترم وكويس لأسوأ شخص ممكن تكون قابلته على وجه الأرض. وهنا بتبدأ تسأل نفسك ليه الشخص ده بيعمل كده؟ هل هو فعلا كان شخص سيء وكان قادر يداري طول المدة اللي فاتت دي كلها في علاقتنا؟ ولا أنا اللي عملت فيه حاجة وبسببها ظهرت منه النسخة المؤذية دي؟ أنا هجاوبك على الأسئلة دي كلها، وهنمشي خطوة خطوة عشان نشرح مع بعض كل التساؤلات اللي ممكن تكون جواك. بس ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك عشان ده بيفيد القناة جدا، وعشان كمان تشوف الفيديوهات الجاية اللي هنتكلم فيها عن حاجات مختلفة كتير. أولا وباختصار، الشخص اللي بيأذيك بعد انتهاء العلاقة هو شخص غير محترم ومش كويس قولا واحدا. الله، طب ويا عم شرارة كل اللي كان بيعمله في العلاقة ده السنين اللي فاتت كلها انا كنت شايفه كويس في كل حاجة، مش معنى يعني ان هو اذاني في النهاية يبقى كان طول السنين اللي فاتت دي كلها مش كويس. امال اللي كان بيعمله في الوقت ده كان ايه؟ وبعدين هو اكيد عنده اسبابه اللي هو ممكن يكون اذاني عشانها. هو مثلا بيحبني وانا نهيت العلاقة وحسيت ان انا مش عارف اكمل، فمن هنا هو اتضايق في بعدي وقال يأذيني، وكل ده عشان خاطر يرجع لي بس. او مثلا حد لعب في دماغه وضحك عليه وقال له كلام عني، ومن هنا هو حاول يأذيني. او يا صديقي اسمعني، الشخص الكويس ما بيأذيش مهما حصل. مفيش سبب يخلي الشخص يأذي غير لو هو اصلا الشخص ده، واي سبب عنده مهما كان يبدو منطقي عشان خاطر يأذيك فهو مجرد حجة وتبرير للفعل المؤذي فقط. واخر الفيديو هرد لك على سؤال، طب هو ليه كان جميل طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ دلوقتي لازم تفهم ان اذيته ليك دي بسببه هو ومن شخصيته هو، مش بسببك انت مهما حصل، حتى لو انت فعلا كنت شخص سيء. طيب ايه بقى الاسباب الحقيقية اللي بتخليه شخص مؤذي برغم انه كان كويس؟ ايه الاسباب كتير وبتختلف من شخص لشخص، وخلي بالك مش معنى ان في اسباب لاذيته دي يبقى انا كده بديله تبرير. ده الشخص اللي بينهي حياة اشخاص بيبقى عنده تبرير للفعل ده، او بيبقى عنده سبب للفعل ده، انه يسرقهم مثلا. ناس كتير نهت حياة اشخاص والغرض كان بس بهدف السرقة، فوجود السبب لا يعني تبرير الفعل. احنا بس بنحاول نحلل الشخص ده بيعمل كده ليه، ودلوقتي هنذكر 5 اسباب رئيسية تخلي الشخص ده يعمل كده. رقم 1، ان انت اللي تكون نهيت العلاقة مع الشخص ده، فمن هنا يبدأ يثور وينهار ويعمل كل حاجة عشان يرجع لك في العلاقة دي. شايفك يا اللي بتقولي طب ما هو كده احمد بيحبني ومش قادر يستغنى عني عشان كده بيهد الدنيا عشان يرجع لي، ده حتى لو هيشوه سمعتي عشان محدش يتجوزني غيره فانا عذراه في حاجة زي دي. الحب بقى هنعمل ايه؟ سيبك من جو افلام احمد عز ده واستهدي كده بالله. اللي بيحب مش بيأذي. السبب اللي بيخلي الشخص ده يعمل كده لما انت تيجي تسيبيه عشان هو فقط شخص اناني وعنده مشاكل نفسية كتير وباصص لنفسه وباصص لاحتياجاته، مش باصص لك انت. يعني ممكن يكون متعلق بيكي بس ده مش حب ابدا. التعلق حاجة والحب حاجة تانية خالص. التعلق ده بيكون بسبب شيء نفسي جواه، ووجودك كان بيغذي الشيء ده لانه ما عندوش الوعي والنضج الكافي انه يلبي الاحتياجات دي لنفسه، فبيحاول ياخدها منك انت. او مثلا تكون اذيته ليكي نوع من انواع الانانية او حب التملك، اللي هو دي بتاعتي ومحدش هياخدها غيري، وغيره 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 من حاجات كتير قوي. يعني من الاخر ممكن يكون في اي سبب في الدنيا تخليه يعمل الفعل المؤذي ده الا ان هو يكون بيحبك. رقم 2، ان هو اصلا كان من البداية شخص مزيف في عطائه. وتعالوا نشرح كده بالراحة يعني ايه شخص مزيف في عطائه. يعني الحاجات اللي هو كان بيحاول يديها لك او يعملها لك جوه العلاقة دي مش فيه اصلا، دي مش شخصيته. هو بس كان بيعملها عشان هو عارف انها حاجات كويسة بشكل عام، او الحاجات دي لو عملها فهتغذي عنده شعور هيشوفه من عينيكي انت ليه، فهو بيعمل كده عشان يغذي حتة معينة غير الفعل اللي هو بيعمله نفسه. لكن في النهاية الفعل اللي بيعمله ده نفسه او الحاجة اللي بيعملها لك دي نفسها مش في شخصيته ومش في مبادئه. هنقول مثال مثلا، والمثال ده هنطلع فيه البنات هم اللي شياطين شوية عشان نبقى واحدة كده وواحدة كده. يعني مثلا بنت كانت مرتبطة بولد، وطبعا مع احترامي لجميع الشغلانات بس البنت دي كانت بتشجع الولد ده ان هو يشتغل شغلانة معينة عشان يكون نفسه،
ولكن الشغلانة دي المجتمع مش شايفها مناسبة، يعني شغلانة قليلة شوية في نظر المجتمع، وده طبعا حكم المجتمع مش حكمي انا. المهم انها على طول كانت بتشجعه يشتغل الشغل ده برغم ان الناس شايفة الشغل ده غير لائق اجتماعيا، وكانت بتقول له الشغل ده كويس جدا والمهم ان هو شغل شريف، مفيش حاجة اسمها عيب في الشغل. وبرغم كده لما الاتنين انفصلوا وسابوا بعض فضلت تقول كان بيشتغل شغل يكسف وكان كسفني قدام صحابي وقدام اهلي وانا كنت مستحملة كل ده. فمعنى انها عايرته بشيء ده بعد الانفصال يبقى هي اصلا من البداية ما كانش عندها قناعة بيه، هي بس كانت بتزيف حقيقتها وبتدي الصورة المثالية عن نفسها. رقم 3 وهي الرغبة في الانتقام. احيانا الشخص لما ينهي علاقته بشخص تاني بيكون عاوز يثبت لنفسه وللي حواليه ان هو مش شخص ضعيف وانه مش متأثر بالعلاقة دي بعد ما انتهت، فبيبدأ يحول ده لانتقام من الشخص اللي كان معاه في العلاقة عشان يثبت لنفسه وللي حواليه ان هو قوي ومش فارق معاه الشخص ده ومش فارق معاه اي حاجة، برغم ان الشيء الحقيقي اللي جواه ان هو شايف نفسه ضحية. وده هنوضحه في نقطة رقم 4. رقم 4 من الأسباب اللي تخلي شخص يأذيك بعد العلاقة برغم إن هو كان كويس جدا في العلاقة وانتوا مع بعض هو الشخص الودني اللي بيأثر فيه كلام الناس. يعني ممكن بعد ما ينهي العلاقة يلاقي ناس عمالة تقوله ده شخص كان بيستغلك أو بيخونك أو بيضحك عليك أو حاجات كتير قوي. فمن هنا بيبدأ مخه يخلق سيناريوهات ويقول ازاي انا كنت مغفل بالشكل ده، ازاي انا ما كنتش شايف ده، ويبدأ يحاول يسترجع كرامته قدام الناس من خلال تشويه الشخص اللي كان معاه في علاقة قدامهم كلهم. ودي بتكون آلية دفاع من خلالها بيقدر يبرر هجومه ده على الشخص لانه بقى شايف نفسه ضحية ومضحوك عليه. رقم 5 والأخيرة ودي برضو مرتبطة شوية برقم 4، ودي أهم نقطة بتحرك الشخص المؤذي واللي تقريبا بيتبني عليها كل حاجة، وهي الهشاشة العاطفية. الشخص الودني واللي أي كلام أو إشاعات بيصدقها على طول وبتأثر فيه وبتخليه كمان شخص مؤذي، فده شخص عنده هشاشة عاطفية ونفسية ومش قادر يفصل بين مشاعره وبين تفكيره النقدي اللي المفروض من خلاله بيخليه يحكم على الأشخاص أو أفعال الأشخاص اللي قدامه. ما بيبقاش قادر يقول هل فعلا الكلام ده منطقي؟ هل فعلا الكلام ده ممكن يعمله شخص أنا كنت عارفه لمدة سنين؟ لا ومش بس كده، ده كمان الكلام اللي بيسمعه من الناس دي على الشخص اللي هو كان مرتبط بيه بتخليه يفكر في كل موقف وكل حاجة كانت بتحصل بينه وبين الشخص اللي هو كان مرتبط بيه ده في العلاقة دي. وضعف شخصيته وعدم ثقته في نفسه بتخليه يحول كل حاجة وكل موقف كان بيحصل في علاقتهم لشكل يتوافق مع الشيء اللي سمعه وصدقه من الناس التانية. يعني من الآخر الشخص ده ما بيكونش عنده نضج عاطفي ونفسي، والحاجتين دول أخطر من أي حاجة احنا ذكرناها قبل كده. وفي آخر كلامنا بقى هنرجع لنفس السؤال، هل الشخص اللي أذانا في نهاية العلاقة هو في المجمل شخص سيء برغم إنه كان لمدة سنين شخص كويس جدا وبيعمل كل حاجة كويسة؟ أرجع أقولك إن هو فعلا شخص سيء، ولا عمره كان شخص كويس ولا عمره كان شخص طيب. الإنسان أحيانا بيكون كويس أو طيب عشان العلاقة نفسها كانت بتفرض عليه إن هو يبقى الشخص ده، العلاقة بتفرض عليه إن هو يكون شخص لطيف، لكن بعد نهاية العلاقة وفي النهايات بيظهر الوش التاني، الوش الحقيقي. هو بيبقى عايز شرارة بس صغيرة تطلع الوش ده، تطلع شره وعدم نضجه، زي انه يحس بالغيرة او يسمع عنك كلام مسموم وغيره وغيره وغيره. وفي النهاية عاوزك تعرف ان لو اي حد قلب عليك بعد ما علاقتكم بتنتهي فده شخص بيظهر شخصيته هو مش شخصيتك انت، بيظهر اصله ومعدنه. ومش كل نهاية قاسية بالضروري تكون سيئة، اوقات بتبقى النهايات كشفة للشخص نفسه، ولو ما كانش ده كله حصل ممكن مشاكلك كانت تبقى اكبر من كده بكتير وانت مكمل مع الشخص ده. وما تنساش تتابعني عشان تشوف الحلقة الجاية.